بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم تحية الإسلام وأرحب بحضراتكم في قناة سلام الإعلامية المباركة، التي أسعد دوما أن ألتقيكم عبرها أسبوعيا في برنامج مع اللغة العربية. مع اللغة العربية برنامج يهتم بالأدب العربي الإريتري وغيره، ويسعى لرصد برضو الإصدارات العربية في مختلف مناحي المجالات السياسية كانت أو غيرها، الإريترية تحديدا، لأنه أي إصدار عربية هي بترفض وتدعم المكتبة العربية. وكنت قد وعدتكم في حلقة سابقة من هذا البرنامج أن أدلف إلى القصائد التي تغنى بها الشعب الإريتري وتغنى بها فنانون كثر، و... ويأتي في مقدمة الشعراء الذين التفت إليه شعراء كثر، مغنيون كثر عفوا، الشاعر الإريتري الكبير المرحوم أحمد محمد سعد رحمة الله عليه، صاحب ديوان عاشق إريتريا. وكما عاشق إريتريا، وأنا كنت تحدثت عن أحمد سعد في أكثر من حلقة عبر هذه القناة المباركة. أحمد سعد يكفيه العنوان أنه عاشق إريتريا، وكان شعره كان شعره الشعر السهل الممتنع، والكلمات البسيطة العادية التي تلامس الوجدان مباشرة. أحمد سعد كان مدرسة أدبية فريدة، وأنا حتى الآن لم أجد ما يشبه أحمد سعد في المشهد الإريتري بشكل عام، في رؤاه، في مفرداته، في قاموسه، حتى في دخوله في أكثر من مجال. أحمد سعد إضافة إلى شعره كان له مسرحيات شعرية، وكان غزير الإنتاج في ذلك الوقت، قياسا بالعمر الذي عاشه وما يعني ساهم به في المكتبة الإريترية على قلتها وشحها طبعا. يعني لكن له الرحمة والمغفرة. أحمد سعد كان رجلا وفق في العمر البسيط الذي عاشه، لكنه خط بصمات واضحة جدا ولا يمكن تجاوزها وأنت تتحدث عن الأدب الإريتري العربي. أنا طبعا ابتسمت وأنا أتحدث عن أحمد سعد. هو رحيله موقف حزين وأليم، وكنت أتمنى أن ينال هذا النيزك الفريد، أحمد سعد في إعلامنا وفي أدبنا، ما يستوجب علينا أن نمجد به ذلك الشاعر المجيد. ضحكت لأنه ما أفقرنا في كل شيء إلا في المهاترات لا مؤاخذة والخلافات البينية وما إلى ذلك، لكن أن تبحث في شيء مفيد، والله تتعب تعب شديد، يكاد يصيبك اليأس والقنوط، ولولا أن المؤمن لا ييأس من رحمة الله. نحن فقراء في كل شيء، بالذات في الجانب الثقافي. بحثت قدر الإمكان في المكتبة الموسيقية، في المكتبة الأدبية وبتاع، على السفير الإلكتروني. والله حاجة مؤسفة وأن اتجهت في الجانب الثقافي والأدبي وحتى في الجانب السياسي ما هو مفيد قد لا تجد فيه بالنسبة للمنتوج الإريتري. ولكن هذا جهد المقل، وإن شاء الله سأحاول أنا قدر الإمكان ما وقفت عليه. من ديوان أحمد سعد طبعا رحمة الله عليه تغنى فنانون كثر، على رأسهم يأتي الفنان أخونا عثمان عبد الرحيم، تغنى بنشيد، بأكثر من نشيد فيما أظن. واحدة من الأناشيد الكبرى، علمينا يا بلادي يا بلاد الصامدين. وأيضا كذلك يا شعبنا المغوار، أنا أحسب أنه كلمات لأحمد سعد. وتغنى بشعر أحمد سعد مجموعة من الطلاب
خاصة الطلاب الذين كانوا في سوريا، سوريا الشقيقة، وتحديدا فرقة عواتي، تغنوا بأناشيد كثيرة من أناشيد أحمد سعد. إن شاء الله أنا سأشير عليها في نهاية الحلقة بإذنه تعالى. ففي نشيد علمينا يا بلادي يا بلاد الصامدين، عثمان أداها وهو مع قوات التحرير الشعبية، وكان نشيد يعني عسكري قوي. علمينا كيف نحيا في هواك، علمينا إنه الفجر الجديد. مهم القصيدة أنا إن شاء الله أبحث عنها وأقدمها لكم بإذنه تعالى. عثمان طبعا قدمها كنشيد على المارش، وفيه حماس وطني وهكذا. في فترة من الفترات غناها برضو المؤدي والمغني والدبسيني يعني رحمة الله عليه، وكان هو أحد الجنود المنخرطين في صفوف الجبهة الشعبية. غناها بطريقة كده شوية، يعني عثمان شخصيا فيما أسر لي أنه لم يرضى عن ذلك الأداء. والأغنية طبعا هي كلمات أحمد سعد، والحق محفوظ كان لعثمان، لكن والدبسين رحمة الله عليه لم يلتزم بألحان عثمان باللحن اللي هناك، فأداها لحن فرايحي كده يعني. كانوا معه مجموعة من الصويحبات يعني في النضال، وحركته عملها حاجة غنائية كده يعني فرايحية بعيدة عن وعثمان كان مستهجن المسألة. والدبسين رحمة الله عليه هو اجتهد طبعا ما في شك يعني، وحاول يدخل ربما، أنا أقول ربما الوضع العسكري والنضال والإنسان يعني مواجهة الموت والاستشهاد وكذا، فأعتقد أنه حاول أن يضفي عليها شيئا من أكاليل الفرح والنشوة والأمل وهكذا. ربما ده تفسيري أنا، فيشكر عليها مرحوما. ونالت الأغنية انتشار كبير لأنه هناك عوامل كثيرة ساعدت على انتشار أغنية. أنا بسميها هناك أغنية علمينا يا بلاد الصامدين أكثر من نشيد علمينا يا بلادي لعثمان. والأسباب عديدة، منها طبعا أنه عثمان نشرها على الكاسيت العادي، وربما تم تسجيله خارج إريتريا في تلفزيونات عربية تحديدا، ولكن لم تتبناها جهة رسمية كوزارة مثلا أن تروج لها وإن كان أدب الجبهة طبعا في اللغة العربية، على فكرة أدب الجبهة في اللغة العربية كان شحيح مقارنة بالأدبيات ولو على قلتها اللي كانت في الجبهة الشعبية. دي حاجة ينبغي تأكيدها، بمعنى أنه جبهة التحرير الإريترية بالرغم مما توصف به أنها كانت عروبية إسلامية، وطبعا واليسار اللي كان في جبهة التحرير لا يعلمه إلا الله، أعلم ألعب من يسار الجبهة الشعبية التي هي مارست بالفعل يعني أنه حاربت الدين حرب شعواء، إسلام ومسيحي، وأعلنتها صراحة. لكن في الفكر اليساري عند الجبهة كان أعمق يعني، وبالتالي هذه ليست أنه عشان كان يسارية ما اهتمت باللغة العربية، ولكن في قراءتي أنا أنه المنتوج العربي حتى بالأناشيد لدى الجبهة ما كان كثير. بالعكس، كان حتستغربوا أعزائي المشاهدين أنه الأدب الفني وأدب الأناشيد والغناء عند جبهة التحرير كانوا معظمه تجريني يعني، التي يعني يكيل الناس على الجبهة الشعبية أنه تقرنت المجتمع، تقرنته في شيء آخر ما في شك يعني. لكن لو نظرنا إلى أدبيات المنتوج الثقافي والمنتوج الفني والأناشيد لدى الجبهة الشعبية بالمناسبة في أدبياته والثورة، يعني يمكن نقدر نقول نديها جائزة إنه هي اهتمت باللغات الأخرى كثير يعني، بما فيها اللغة العربية، بما فيها اللغة العربية. يعني عند الجبهة الشعبية في أدبياتها يعني مرات كان يقول يا أخي أي واحد فيكم يكتب قصيدة باللغة العربية. أنا ما عشت معهم طبعا في الميدان، لكن هكذا كانوا يقولون لنا.
لازم يجمعوا 10 12، واي واحد يكلف ان يكتب قصيده عربيه. طبعا دي فوضى، فوضى ثوريه يعني. انت لا يمكن ان تقول صح. المعلم احيانا لكي يستشف شعراء داخل الفصل العادي يقول اكتب بيتين ثلاثه ابيات كل واحد. وطبعا التاريخ معروف يعني زاخر بالشعراء الذين تخلقوا في الفصول الدراسيه. اللي عنده موهبة فعلا حيكتب، اللي ما عنده ما حيكتب يعني. لكن هناك فعل ثوري، أمر ثوري. حكوا لنا الذين كانوا في الميدان، يعني يجمعون يقول لهم كل واحد فيكم يكتب قصيدة اليوم. يا جماعة أنا أكتب أمر، طبعا العسكرية أمر وعليك التنفيذ. فبهذا المنطلق ومش في العربي فقط، ولكن هم الأعراب أو الذين استعربوا هم الذين تحدثوا إلينا بذلك. لكن أعتقد في كل اللغات كان موجود. عموما الشاهد أن أدبيات الجبهة الشعبية في لغاتنا الكثيرة التسعة مثلا على سبيل المثال كان زاخر أكثر من أدبيات الجبهة. الجبهة أدبيات بالمناسبة معظمها تقريبا. في اللغة العربية إذا أتينا إلى أدبيات الجبهة بنلاقي فيها علمين. الجبهة طبعا أنا أخذها بقوات التحرير الشعبية وجبهة التحرير وما تفرع عنها. يعني عندنا جبهتين، الجبهة الشعبية وجبهة التحرير. في جبهة التحرير الإريترية وما تفرع عنها الأناشيد معروفة يعني. يعني علمينا آه يا بلادي لعثمان، وأعلناها سبتمبر لحسين محمد علي، ولشعراء الاثنين توتيل فك الله وأسره في سبتمبر أعلناها، ولأخونا الشاعر أحمد سعد رحمة الله عليه في علمينا. وبعدين في برضه نشيد ثاني لعثمان: يا شعبنا المغوار يا زحفنا الجبار الويل للغدار من غضبة الثوار يعني. واعتقد هي لاحمد سعد لما اكون مخطئ. والله انا نشيد تعد بالاصابع لدى جبهة التحرير. وبعدين برضه حسين عنده نشيد آه سلاما سلاما لشعب السودان من افواه البنادق وصمود الثوار، سلام الثوار للشعب السوداني. النشيد كان جميل يعني. آه حسين شدها به شدو جميل يعني. بعدينك برضو إذا أخذنا الأستاذ إدريس محمد علي في كثير من أغنياته، وإدريس برضو يعتبر امتداد للجبهة. برضو عنده أغلى ما أملك يا قلبي، مهرا لعيون الحرية للشاعر كجراي. وعنده ما تحدثنا عنه في حلقتين، جارة البحر للشهيد الشاعر السوداني الإريتري التجاني حسين دفع السيد. وعنده برضو يا فتاة للأستاذ آه، أعتقد برضو لأحمد سعد. فالمهم أدبيات الجبهة في اللغة العربية ما كثير. وإذا عندكم معلومة تعالوا إلينا في هذا البرنامج أو غيره. الجبهة الشعبية نعم، وحقيقة لا بد أن نقول إنه ما قدم في أدبيات الجبهة بفروعها من الأعداء من الأناشيد الوطنية باللغة العربية بس كانت قوية، محتواها أقوى ما في شك. هناك طبعا أي واحد كان يكتب وبتاع، ولذلك كان العدد كان كبير. واحد من الزملاء له التحية وأنا أسلم عليه من هنا، كان عنده أغنية لسبتمبر اسمها سبتمبر. فسبتمبر سبتمبر سبتمبر يا سبتمبر نحن كنا ندخلها، وهو ما شاعر لكن ما كتبه هو بس كان يؤديها يعني. فنحن كنا ندخلها مكاواه مكاواه اللي هو من مجموعة الجبهة الشعبية. فمكاواة له كنا ندخلها في الإذاعة يعني. وهو عندما يستمع إليها فيقول يا جماعة يا أخي أنتوا قاعد تفضحونا ليه يا أخي؟ هذا كتبناه في زمن العزرة. ما كان عندنا عناية. كتب لنا واحد وغنيت أنا يقول يعني. فكان يعني يستنكر النشر وكده بتاع، يقول بالله طبعا ما من حقه يشطب من المكتبة الموسيقية، ما يقدر يعني، ولا يروح فيها يعني.
فنحن نغفله كده، وكل ما يجي سبتمبر ندش على زي ما يقولوا على الإذاعة. فهو كان له التحية والله يا أخونا. أنا حاذكر اسمه بس، الأخ حامد يعني. له التحية والسلام يعني، هو برضه شقيقنا وقريبنا يعني. فكان يقول لي أنا يا أخي ما تدخلوا الأغنية دي. فالمهم عدد هائل طبعا من الناس الذين تغنوا بأناشيد، أخونا محمد عثمان وغيره وغيره كثر يعني. ما قدمته أنا شخصيا بحمد الله يعني أناشيد وطنية، أنا في تقديري لا أحسبه لا للجبهة ولا للجبهة الشعبية، أنا أحسبه للوطن فترة ما بعد. يعني إحنا التحمنا بالوطن يعني. فما داير أقول مجموعة الوطنية يعني، يعني لا ننتمي لهؤلاء ولا إلى هؤلاء يعني. هذا الوطن تحرر بدماء شهداء. وبرضه أنا تذكرت اليوم برضه في من الأناشيد الوطنية الجميلة التي قدمت لصالح جبهة التحرير، اللي هي مثلا جبهة التحرير قلناها من بدري لأختنا الزميلة الإعلامية نعمة دبساي. جبهة التحرير قلناها من بدري، جبهة التحرير أملنا من بدري. وكلمات أعتقد لأخونا الأستاذ عبد القادر ميكال له التحية، وهي برضو نشيد جميل فيه يعني خليط بين الحماس الثوري وبرضو الفرايحي وكده بتاع، لكن فيه قوة الثورة وقوة النضال يعني. فأختنا نعمة برضو نحييها برضو، جبهة التحرير قلناها من بدري. وأخونا ميكال برضو أعتقد عنده برضو وحدة تانية قدمت في برضو تجي في ملف جبهة التحرير. فالذي يقدم في جبهة التحرير هو ما كثير بمكانة الجبهة. أنا أتحدث بمكانة الجبهة، ويعني دولة دي بكدنا لبولعنا بدير يعني جبهة يعني. ما قدم كثير، وكانوا العروبيين كتار في الجبهة يعني. يعني من منا يعني مثلا الشاعر الكبير يعني المحسوب لجبهة التحرير أخونا محمد مدني له التحية، الشاعر الفيلسوف يعني أنا هكذا أسميه. وبالمناسبة أول من قال عليه الشارع الفيلسوف العبد لله. فبس بعدين تخطفوها الناس وهكذا والحمد لله يعني. فجبهة التحرير بشموخها، مدني كان شاعر الأول مع شعراء كثر يعني، برضو الأستاذ محمد الحاج وغيرهم وغيرهم. ومين برضو شاعر شهيد يعني توفي في حادث حركة، ابن عمه الأستاذ الشاعر محمد الحاج موسى له التحية. كان شاعرا مجيدا ومقدما يعني خطيبا مفوه. برضو كان يعني هؤلاء الشعراء مع غيرهم كانت ممكن الجبهة دي تبقى جبهة عربية يعني أناشيدا وقصائد وما إلى ذلك، لكن ما كان يعني مثلا حتى الأغنية بتاعت بارنت نحن آتون العشية لشاعرنا أستاذ محمد مدني، تغنى بها المجموعة الطلابية التي كانت في سوريا فيما أظن يعني. بارنت نحن آتون العشية. فما عارف ما المانع انه نشيد مدني، يمكن لرؤية الفلسفية لأنه كانوا برضو رجل مشاكس حتى في الجبهة، وربما ما كانوا يعني بالعكس يعني تغنى بشعر أستاذ مدني شقانا في الوطن الثاني السودان عقد الجلاد وغيره وغيره يعني. فهنالك اشتهرت أغنياته أكثر من الواقع، ودي مسألة تحتاج إلى بحث يعني. ف نأتي الآن عزيزي المشاهد في الحلقة رقم 114 من برنامج مع اللغة العربية. أشرت فيما أشرت إليه، لكن برضو يعني يا فتاة في أتون الحرب تخطو في اعتزاز وشموخ ووسامة. إدريس طبعا عمل منا رمية بعدينك عشان يخش في أغنية ثانية. وبرضو في بعض الكاسيتات برضو تلاقيها هي لوحدها، لكنها قوية. يا فتاة في أتون الحرب تخطو في اعتزاز وشموخ ووسامة، إنما أنت ابنة الصخر صمودا وإباء ووفاء وكرامة، فلعينيك تحدينا الأعادي وصنعنا كل أهوال القيام. والله كان جميل يعني. هذا النشيد الآن تذكرته هو
شهيد الكاتب والشاعر الأستاذ المربي الجليل محمد عثمان كجراي. أنا تتداخل علي ألحان قصائد كجراي وأحمد سعد لأنه يمكن لتداخل الفترة اللي استمعنا لها لهم، يعني مع أنه مدرستين مختلفتين يعني، لكن جمعهم الوطن العزيز إريتريا يعني. وحكاية أنه أنا شخصيا أنا أتحفظ جدا جدا وأقولها للمرة المليون: الشعراء ليس لهم أوطان، أنتم تصنفون كما تشاءون، شاعر إريتري، شاعر سوداني، شاعر تونسي، شاعر خليجي، ليبي. الشعراء ليس لهم أوطان، أوطانهم أينما وجدوا يتنفسون، ولذلك الوطن هو هذا العالم الفسيح للشاعر. فلماذا كيف تحد الشاعر أنه آه، كونه مولود فين؟ دي ما ينقل. أنا بملء فيه أقول أنا من مواليد مدينة أسمر، واعتز بذلك. كبرت في بركة مثلا، وترعرعت ونشأت ووعيت وتثقفت وكذا في السودان. لكن هل يعني لأنك أنت بس عشان اتولدت في المنطقة الفلانية بالمفهوم، وهذا مفهوم تقليدي بالمناسبة، ومفهوم كمان أنا ما أعتقد يعني يتوافق مع القيم العظمى والقيم العليا للإسلام ذاته يعني. طالما إنما المؤمنون إخوة، والمؤمن ده بلاد الله الواسعة كل بلاده، الم- البلاد المسلمة والكافرة كل بلادها. ولذلك هذا الشاعر بمفاهيم كثيرة ليس له وطن محدد. فما تحصر الشعراء يقول ده شاعر سوداني، ده شاعر إريتري، وده شاعر. هو شاعر بس. ولذلك الشاعر ده ما عنده هنا. هسه الأستاذ محمد عثمان كجران وشعراء متنازع عليهم بين قطرين استعماريين حددهما الاستعمار الغربي. يا أخي هذه أوطان لم نصنعها بأنفسنا. أنت ممكن تكون موجود، ولدت في المنطقة الفلانية، لكنك قد لا تعيش فيها ولا تعرف ذاته، ولا ليس لك عند فيها ولا مجرد ذكرى بتاع ثانية. فكيف تنسب إلى ذلك المكان؟ مثلا أنا لا أتحدث عن شخصيات معينة، ولكن في الشعراء صدف أنه ولدوا هنا وعاشوا في مناطق ثانية، بل في مناطق مختلفة. ولذلك أنا أقول ليس عدلا أن نحصر الشاعر في قطر محدد. أنا لا أتفق مع ذلك تماما، لأن الشاعر عالم، هو العالم الفسيح المفتوح. وإلا كيف يكتب شاعر عن شعب ما عاش معه، لكن التزم بقضيته، والتزم وناصر وما إلى ذلك، ويلتحم به وكذا. خلاص، هذا معناها يعني ما في غير الشعراء. كل الأمم دي هي محصورة، حتى العلماء ذاته محصورين. صحيح العلم هو مشاع، إذا اكتشفت شيئا علميا برضه حيستخدمه كل الناس. ولذلك العلماء برضه في العلوم العامة ممكن، حتى العالم الدين هسه كيف نقول إنه ده العالم الليبي مثلا، العالم اليمني فقط كده. إذا كان فقط للولادة نعم، لكن أن نقول هو ده العالم السعودي الفلاني، العالم الليبي الفلاني، لا. عالم ده هو عالم مفتوح، لا ينتمي إلى الحاجات القطرية الضيقة دي إلا ما هم خارج أولئك المبدعون والعلماء. ما عدا ذلك ممكن نقول عليه الرؤساء ينتموا إلى حتة معينة، لأنه يكيدون ويبيدون ويقمعون ويظلمون وقد يعدلون يعني. ده يقول لك أنا بحكم العناية، بحكم أتولى أنا فلان وأنا الرئيس وعشان مولود كده وبتاع. لكن الشاعر ده خذوا دنياكم وهذه فدنيواتنا كثر. وهذه دي قاعدتي أنا في حكاية الانتماءات بالنسبة للشعراء. أستاذ محمد سلمان كجراي ينتمي لأكثر من قطب، ينتمي لإريتريا بالمفهوم التقليدي، وللسودان، ولمصر ذاته كمان، باعتباره هو رجل برضو خلاص بيجاوي. طالما أنت بيجاوي البحر الحدود دي كلها حقك ذاته. لكن يعني بنقول عليه شاعر كل الأخطار يعني. فالقصيدة بتاعت يا فتاة في أتون الحرب تخطو في اعتزاز وشموخ ووسامة لأستاذنا كجراي رحمة الله عليه: إنما أنت ابنة الصخر صمودا وإباء ووفاء وكرامة. والله كل كلمة تحتاج إلى تحليل يعني. فلعينيك تحدينا الأعادي وصنعنا كل أهوال القيامة. كل يوم
كل يوم مر من غير كفاح هو يوم ضاع من عمر الصباح. كلام جميل والله. فتعالي نملأ الأفق هديرا نتحداه بأمجاد السلاح. شاركيني شرف العمر جهادا، ضمدي في ساحة الحرب جراحي. فإذا مت شهيدا ودعيني، إنها لحظة مجدي. تذريني، إنها أمنية الكبرى. دعيني فوق حضن الأرض يرتاح جبيني. ضمدي جرح رفاقي واذكريني، واصلي جهدك في عطف ولين. يا فتاة. حاجة جميلة والله. وإدريس طبعا أداها بأداء اللحن الحزين. آه رحم الله الشاعر كجراي، وفك الله أسر أستاذنا برضو إدريس محمد علي. برضو من القصائد التي تغنى بها إدريس لكجراي: أغلى ما أملك يا قلبي مهرا لعيون الحرية. كلمات جميلة، وإدريس أخذ منا كلمات، هي قصيدة طويلة، وكان يشنف بها أسماعنا أستاذنا كجراي أيامنا في أسمع. أغلى ما أملك يا قلبي، أغلى ما أملك يا قلبي مهرا لعيون الحرية. لبلادي في درب الأحرار تدك جدار الفاشية. ما عاد كفاحك يا وطني صفحات نضال منسية. فارفع راياتك يا شعبي في المرتفعات الصخرية. في ساوة حيث الأرض هناك قلاع نضال خلفية. في بركة، في وديان القاش، وفي الطرقات الرملية. في البحر الأحمر مرهوبا فوق الأمواج الفضية. في كل بقاعك يا وطني يتردد لحن الحرية. فالعزة العزة يا شعبي تلد الأبطال إريتريا. أو من أجل العزة يا شعبي تلد الأبطال إريتريا. أبطالك في ساحات البذل عواصف نار رعدية. في أرضك ما عاشت أبدا أفواج الغزو الوحشية. فهشيم الباطل لن يبقى تذروه الرياح الثورية. إدريس طبعا أداها، وكان طبعا في ذلك الوقت يعني هي ظهرت قريب 91، وكان الإيقاع جميل. وأعتقد هي أول تسجيل لها كان في السودان، فرقة عشاق الوطن بقيادة إدريس ومؤسسة يعني. فهذا النشيد أيضا من الأناشيد القوية المعروفة في أدب الثورة وما تغنى بها أولئك الشعراء والمؤدين الفنانين عموما يعني. برضو من الأشياء اللي برضو يجب الالتفات إليها والحديث عنها، وحديثا تحدثنا عنه. نعم، أشرت إلى أنه فرقة عواتف في سوريا قدمت مجموعة من الألحان من كلمات أحمد سعد تحديدا، وبرضو لأخونا مدني، كذلك من المقاطع الإريترية التي بعضها تم تقديم وتلحين ولكنها لم تجد ذلك الرواج. أذكر إريتري أنا، إريتري، وهذا إريتري أنا، إريتري أنا. كان بيقدمها واحد إريتري فاني جدال المدني. إريتري أنا وهذا اللون يعني يأسرني. قدمها واحد من طلاب ساوة، توفي بعد ذلك في المعارك أعتقد رحمة الله عليه. فإريتري أنا برضو من الأناشيد القوية التي قدمت بعد واحد
آه برضو مما وصلني انه من كلمات الشاعر السوداني الاريتري. انا اقول السوداني الاريتري بس تمشي مع الروتين الموجود. التجاني احمد سعد، سوري التجاني حسين دفع السيد. واحدة من الاشياء برضو، آه نحن كنا قرينا اريتريا وجع الرجال، يا زهرة حمراء نامت في يد التلال. برضو كانت محاولة لتلحين هذه القصيدة، وهي الثانية بالنسبة لشاعرنا التجاني. بيقول: عرفتك أنت يا عربية تزهو عزيمتها، ومسلمة تصلي منذ نشأتها، وتدعو الله أن يأتي بأبناء لها خرجوا، وتتلو الفتح والفرقان والشعراء والبقرة. عرفتك أنت يا أختي المسيحية، ويا قديسة السمراء يا روحي، أتيتك في عيون الفجر رمحا يقهر الأعداء، ويبعد عنك كل جحافل الدخلاء. أتيتك من ذرى قومية العربية الشماء، أحس بأنني من بعض أبنائك، وأني ضمن أشيائك، وأنك رايتي وأميرتي وحبيبتي السمراء، وأشعر أنني أهواك حتى الموت يا عذراء. برضو مما وصلني أنه كانت في محاولة لوضعها في ألحان وتم التغني بها. كذلك من الأناشيد الأخرى التي دائما يعني يتغنى بها كنا نتغنى بها ونحن في أيام الطلب كما قلت. يعني علمينا يا بلاد الصامدين. وبرضو النشيد الآخر، آه، إريتريا جارة البحر كذلك. برضو من القصائد التي تبرز في أدب أحمد سعد رحمة الله عليه. في نشيد أنا نعم، اللي هو: ما عدت أعبث بالهوى وكفى العبادة للمفاتن والعيون، فلتحرقي إن شئت كل رسائلي، ولتكسري صنم الصبابة والجنون، إني هنا أروي الملاحم من دمي. برضو كان محاولات لتلحين هذه الأبيات وغيرها. وكذلك يقول سعد: ربما دك الروابي. دي من الأناشيد التي قدمتها مجموعة فرقة عواتي وهي في سوريا. الكلمات بتقول: ربما دك الروابي، ربما صبوا لهيبا فوق زرع وبيوت وحمام، بيد أننا لا نبالي بالمآسي، فقضايا الثائرين صوت رشاش يغني للسلام. من أجل من ذاق الظنا، من أجل من عشق السنا، من أجل أطفال لنا قد شردوا خلف العراء، من أجل من شقوا الطريق وشيدوا فجر البطولة والفدا، من أجلكم يا إخوتي سأظل أرفع رايتي، إني أريد هويتي، حريتي، جنسيتي. أحمد سعد. أحمد سعد يأتي بشموخ قوي في في الأدب العربي المكتوب باللغة العربية. وكذلك الذي تم تلحينه. الآن سأقرأ عليكم اللي هي جزء من يا بلادي يا بلاد الثائرين. يقول أحمد سعد: أمة العرب أفيقي، استعيدي ذلك المجد العريق، أسرج الخيل وهبي، فدروب الجيل عطشا للقاء النصر والفجر الجديد، استردي القدس مسرى الأنبياء، استردي كل شبر دنسوه، طلقة الرشاش أمضى
من ملايين الحروف لم يمت نبض العطاء، طالما الدرب يغني للفداء خطابه الموجه إلى وطني. يعني شوف، أنا عشان كده نفيت الأرض أن نحصر الشاعر في جغرافيا معينة. أحمد سعد بيكتب عن القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية، فلسطين يعني. أما خطابه الروحي لبلاده قال: يا بلادي، يا بلادي، يا منار الثائرين، قد شربنا في هواك خمرة المجد التليد، دونك العيش ثقيل لا يطاق، أنت نبض في ضميري رافض كل القيود، ليس لي غير المنافي، غير ذكرى تؤنس القلب الوحيد. يا بلادي، اذكريني كلما عاد المساء، فلعل الطيف يدنو ويرش الليل حولي بارقات من ضياء. علمينا، نعم يا بلاد الصامدين، علمينا كيف نحيا في هواك. طبعا الشعراء المغنين بياخذوا من قصيدة طويلة أبيات، فهذا هو الذي أخذه عثمان، ثم أخذه والدرسين بالكلام الذي قلت سابقا. علمينا يا بلاد الصامدين، علمينا كيف نحيا في هواك، ونغني للحزان البائسين. علمينا كيف نجتاز الصعاب، ونداوي كل جرح، ونداوي كل جرح في نفوس اللاجئين. يا بلادي، ها هو الفجر الحبيب قد دنا رغم الأعادي، صدح الأفق نشيدا فوق هاتيك الروابي، وغدا حتما نعود لديار هي نور في القلوب. يا بلادي. تلك كانت من الكلمات التي تغنى بها عثمان والدبسين، عثمان يديه العافية والدبسين رحمة الله عليه. يا بلادي، أنت يا أم الضحايا، يا بلادي، بيد الفرحة مدي لي ذراعيك، فقد جئت نهارا. أما بالنسبة ل ما تغنى به من الأناشيد القوية، اللي هي ثورة أعلناها ثورة في 61، شعب الذي ثار على تكالب الأعداء، شعب الذي ثار في 61. لا لا، النشيد المعروف يعني. وتغنى به حسين محمد علي، له التحية، ولشاعرة الأستاذ إبراهيم بريستوتيل، نتمنى له السلامة والفرج القريب إن شاء الله. أنا حأحكي قصة هذا النشيد، ونعمل فاصل ونعود نكمل ما تبقى من حديث في قناة السلام الإعلامية المباركة. حكى لي مما حكى لي حسين، حيث يقيم في لندن، له التحية. وحسين على فكرة من الفنانين الملتزمين جدا يعني، ويؤدي الفن برسالة وبقيم يعني دينية وبقيم أخلاقية عليا. فقال: كنا مجموعة من فرقة جبهة التحرير متوجهين إلى السودان، وكان دائما في بالي إنه ما كان عندنا نشيد كده غير ذلك اليتيم، اللي هو سلاما سلاما نزفه لشعب السودان من أفواه البنادق وصمود الثوار، سلام الثوار لشعب السودان. بيقول فيه القاش وسيتيت يروي لأرضنا، وحاجات كده يعني من الكلمات الخفيفة، ولكن مستساغة وجميلة، وأدت رسالته في ذلك العهد. فقال: كنت يعني ماخذ يعني مهموم بأنه كيف ندخل للسودان ونشيد واحد. ألم أقول لكم يعني فرقة كاملة ماشية السودان يعني، وفي جعبتها أغنية واحدة نشيد واحد، الباقي كله عاد كله تقرين يعني. دي فرق جبهة التحرير. ف... فقال: جلسنا في ذلك العراء والخلاء الفقير يعني، من والغني فقط من صمود الأبطال والمواطنين الذين تناثروا كالأشجار من بعيد كده على مسافات بعيدة في تلك المناطق الثورية، مناطق القاش يبدو لي.
فقال وقفنا سيرنا لنحتسي كوب الشاي، ونحن جلاس في ذلك المكان. قال إنه فإذا بهم سيارة تمر من أمامنا تقف أمامنا في ذات المحل لتشرب برضو كوب الشاي. فنزل من السيارة إبراهيم دريستوتيل، هو عضو القيادة المركزية خلينا نقول للجبهة، ومعه واحد يعني ماشيين برضو هم طوف كده ماشيين قاطعين. فوقف هو سلمنا عليه وقال توتيل، لا حسين كيف وبتاع. السلام العادي، سلام الثوار طبعا، ما في طبعا كيف الأولاد ما في كلام سواء ثوار تمام كيف تا، خلاص منتهي. فطوالي قلت بس دي فرصة، أنا لقيت الشاعر اللي دايره. وعلى فكرة قليلون جدا الذين يعرفون أنه توتيل شاعر يعني. وتحدثت عنها في حلقة من الحلقات. فقلت له يا أستاذ توتيل، أنا ما حاسيبك إلا أن تعطيني قصيدة. يا راجل، قال له القصائد لا، قال لي أبدا، نحن ماشيين السودان، متوجهون إلى السودان، ولا بد أن آخذ من قصيدة عشان نقدمها لشعبنا الموجود في إريتريا وللشعب السوداني. يا أخي، قال له القصائد لا تخلق هكذا. قال له لا، أنا طبعا ضد أن المعاناة تولد الإبداع. والله المعاناة دي ممكن تقتل فيك يعني جينات الإبداع. إذا خلاص بلغت الذرة وخلاص انفجرت وطفح بها الكيل، معاناة خفيفة ممكن شكل من أشكال التحدي وتخلق منك. لكن أن تكون معاناة يعني ضاربة في جذور الأعماق، يعني المعاناة الكثيرة ما تخليك ذاته تقول هذه الحياة مثلا يعني. ولذلك، لكن كالمعاناة التي كان يعانيها مثلا يعني ما مهيئين ماشي، وتوتيل في مقامه في ذلك العهد يعني. وحسين برضو يعني في معاناة، لكن ليست تلك المعاناة التي تيأس منه وتزهج من حياتك وما إلى ذلك. فأصريت عليه وقلت، قال له يا حسين يا أخي معلش مرة ثانية وكذا. قال لي أبدا، لا بد بس تكتب لي الآن تخطط. فبدأ الأستاذ توتيل يتعلل إنه ما عنده ورق. قال له ما في مشكلة، أنا أجيب لك ورق. قال له وطبعا توتيل قائد يعني، ما عنده سيارة، سيارته كلها أوراق يعني، بس هو داري يتهرب يعني، أوراق ودفاتر وأقلام وأشياء سرية كثيرة طبعا. قال له يا أخي، ما حتى ما قال لي يا أخي معقول سيارتك دي ما فيها أوراق يعني. فقال له أنا أجيب لك ورق ما مشكلة. طيب قال له ذاته ما عندي قلم يعني، يا زول القلم برضه أنا أجيبه لي. هو التعلل يعني، معللتي. فقال خلاص، قال لي يجيب لي، قال لي يعني فشكل من اشكال التحدي، وفاكر انا ما حاجيب له ورقه. قام دخلت قال يعني دلفت الى ست الشاي ولا صاحب الشاي، المهم بالراكوبه يعني، راكوبه ما تتوقع فيها. التفت يمين شمال كده، قال ما لم اجد امامي الا قرطاس الذي كان يلف فيه السكر والبن وكده يعني، القرطاس الإريتري ذاك المعروف يعني، اللي هو يعني زي أقرب إلى بلو كده، أزرق خفيف كده. وكانت إريتريا تصنعه سبحان الله يعني، هو أشبه بجلد ناعم كده ولا يزيك طبعا، وإذا دخلته في موية يذوب يعني. فذاته البيئة كانت محافظة يعني. وكانت الصناعة إريترية بحتة بالمناسبة، ما كانت موجودة، انتهت في العهد البائس الموجود اليوم. ذلك تلك الأوراق ما موجودة، لكن في عهد الاستعمار كانت موجودة. من ناحية البيئة كانت بيئة محافظة. كل واحد فينا، الناس اللي عاشوا ما هم فوق ال50 سنة، يعرفوا تلك الأوراق التي كانت موجودة، وكانت تجي في بالات مربوطة بسلك. أنا أذكر لأنه في المخزن عندنا في أبورداد كنا نشوفها، وفي أي دكان عامر تلاقي عنده اثنين ثلاثة كده ويقطعوا. وقرطاس جميل ومريح ومنظره جميل والله. فقام حسين قال بس قلت له بتاعت كيلو ولا نص كيلو ما عارف يعني. قام دلفت طوالي شلته قال وطبقته كده. قال هو أشبه يعني بالدمورية كده، الدمورية لكن أقرب إلى اللون الرمادي، رمادي تحديدا. بعدين هو يصنع كان من النفايات يبدو لي، بس تحطه في مويه كده يتفتت يذوب يعني. فطبقته كده قال بتاعت ربع كيلو ولا نص كيلو ما المهم اديته قلت له اتفضل. ومن اللي ما اعرف من واحد من
شعر واحد قلعت قلم وقلت لها اكتب. قال لي يا اخي بتاع، خلاص قال لي دقيقه، قام كوبايه الشاي جنبه. انا احكيها كده بالدارجه مع انه البرنامج لغه عربيه، لكن خلونا برضه جزء من لغتنا العربيه بالمناسبه هذا الكلام الدارج الذي نتحدث فيه. المهم جلس لوحده ابراهيم ادريس سوتيل فبدا يكتب: اعلناها ثوره في 61. وانا ان شاء الله احاول في البريك اجيب القصيده باذن الله. المهم كتبها، قال: تحت ظل شجره، يمكن ما فيه ظل ذاته، بس كده بتاع كل مره يزوق كده بتاع هناك. بعد ربع ساعه ولا تلت ساعه قال لي: يا اخي ان شاء الله تنفعك، يعني اذا شفتها تنفع شيلها. قال لي شلتها. قال يعني كلمات طوالي، طبعا انا داير اي حاجه منه. قال: حسين ما توقعت ان تكون بتلك الجوده، وجودة ما ظهرت الا بعد ما لحنت وقدمت والجمهور وخلاص الشعب بقى يرددها وخلاص بقت يعني نشيد الجبهه يعني، اللي هي ثوره. وكل ما اطل سبتمبر عيد الثوره. طبعا الجبهه كانت تسمي سبتمبر عيد الثوره وليست ذكرى، مجرد ذكرى، ذكرى سبتمبر. مجموعتنا الموجوده في ازمره سمتها ذكرى الفاتح من سبتمبر، لكن هناك كان عيد الثوره، وحقيقه كان ينبغي ان نحافظ. وانا اتعمد فاقول في كل الوسائل التي اعمل بها عيد الثوره رغم كذا. قال: لحد ما ندخل كسل المنشد المغني حسين تم تلحين النشيد وقدمناها. فإذا به توتيل برضو كان مقيما ساعتها، كان مهمته لسه في كسلة موجودة، واستمع لكلماته التي كتبها تحت ظل شجرة وفي ظروف يعني على قرطاس سكر. الله يفعل الإبداع ده، ما داير أجواء ولا داير حاجة. يسألوننا كثر، يقول لنا: أنت كنتوا تكتبوا كيف وأنتوا في إريتريا، وكنتوا تقدموا الأناشيد الوطنية كيف و... وكيف قاعد تكتبوا؟ وبرضه نحن في هذه البلاد نعاني، برضه عندنا معاناة، معاناة نفسية وجدانية، معاناة البعد عن الوطن، معاناة البعد عن الشعب، وهذه معاناة برضو قاعد تطلع مننا أشياء يعني. فقال: ما كنت أتخيل، حتى توتيل هو بيقول: بالله قصيدة كتبت تحت الشجرة، ما ظل ذاته ناقص زي ما قلت لكم، ما في قرطاس بتاعت ورق السكر يعني، وبقلم يمكن كل مرة كان ينفض فيه توتيل عشان يشتغل فيه. هل كان بيك ولا ذلك اللون الأصفر، القلم الأصفر هنا المعروف، والطقطاقة حقه الأزرق. من كتبت القصيدة وتم تلحينها وقدمت إلى الجمهور، فأصبحت أغنية إدريس سوري حسين المشهور بها. وهكذا دي كانت قصة أعلناها ثورة في 61. أنا حأخرج لفاصل وأعود إليكم بها أرجو ذلك، وإن لم يكن بها فبأختها. وأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا مشاهدي الكرام. أنتم لا زلتم مع قناة سلام الإعلامية المباركة، وحلقة في برنامج مع اللغة العربية. عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، أعود إليكم، ولكن أعتقد أنه لم يتبقى لنا إلا يعني 5 دقائق. وقد دلفت إلى شيء من الأرشيف الإلكتروني للبحث عن أعلناه، ووجدتها وسأقرأ عليكم أبياتها إن شاء الله. تخيل توتيل يبدأ يعني، هو تخيل لماذا في هذا المكان يعني. وإبراهيم إدريس توتيل طبعا كانت الدنيا مفتوحة أمامه، كان ممكن يكون شيء آخر يعني. فأنا أعتقد هو سأل نفسه: لماذا هم الآن في هذا المكان؟ ولماذا إدريس يطلب حسين عفوا له التحية يطلب منه؟ وجاب المشهد من آخره ومن أوله كما يقال، فقال: ثرنا من أجل مصلحة الملايين. يعني هم الآن هم في الثورة، ظروف غير طبيعية وما إلى ذلك، فقام: ثرنا من أجل مصلحة الملايين.
ثرنا من أجل كل الكادحين، ورفضنا كل ظلم واقع فينا، أعلناها ثورة في 61. طبعا لغة هنا الفكر المتأثرين به اللونية اليسارية موجودة، من أجل كل الكادحين. طبعا ال الكادحون وكذا، دي اللغة اللي كانت مسيطرة في ذلك الوقت يعني. فتوتيل بيقول يعني، وأنا أعتقد أنه حسين برضو وفق في اللحن القوي، لحن ممتاز. طبعا هو لحن جماعي كان ما في شك، لكن حسين له كان الدور الكبير، هو الملحن الأساسي، واحد ممكن يضيف شيء من هنا وهناك. فكانت تبدأ هكذا يعني: من أجل مصلحة الملايين، ثرنا من أجل مصلحة الملايين، ثرنا من أجل كل الكادحين، ثرنا من أجل كل الكادحين، ورفضنا كل ظلم واقع فينا، ورفضنا كل ظلم واقع فينا، أعلناها ثورة في 61. يعني كان بأمانة يعني نشيد، والله يمكن أن تشارك به في أي البلاد العربية يعني. بالله معقول لحن زي ده، كلمات زي ده، ولحن زي ده، وكلمات زي هذه تطلع من مجتمع غير عربي؟ أنا أنظر لها هكذا يعني. وفي الكلمات يقول الأستاذ توتيل في كلماته، وحسين يوقعها التوقيع، ولما يؤديها يعني مارش عسكري يعني: نحن المشانق قد صعدناها، المشانق قد صعدناها، السجون قد دخلناها، السجون قد دخل، نحن المشانق قد صعدناها، نحن السجون قد دخلناها. لماذا؟ من أجل أنبى الأهداف، من أجل أنبى الأهداف، نحن العذاب شربناها، من أجل السجون دخلناها، نحن السجون قد دخلناها، نحن المشانق قد صعدناها، من أجل أنبى الأهداف. يعني الأهداف نبيلة، من أجل أنبل الأهداف يعني، من أجل أنبل الأهداف. طبعا اللحن شوية: نحن العذابات شربناها. يعني شوف قوة وجزالة المعنى لدى توتيل، وكيف يعني كان وقع فعلا. يعني أنت يعني نحن تتلمذنا على هذه الأناشيد يعني، استمعنا، وهذا الذي ربطنا بإريتريا، ولا دخلنا الوطن الثاني صغارا يعني. في مراحل الابتدائية دخلتها ممكن يعني خلاص تاخذك الليلة، لكن مثل هذه الأشياء ربطت الإنسان، الوجدان الإريتري بقضيته المركزية يعني. كادحين، ورفضنا كل ظلم واقع فينا، رفضنا كل ظلم واقع فينا، أعلناها ثورة في 61. يعني كلمات قوية جدا. هو شاعر مجيد ما في شك يعني، توتيل، له السلام والتحية، وربنا يفك أسره يعني. وحسين ومجموعته أدوها أداء جميل يعني. فيجي في مقدمة الأناشيد القوية العربية الثورية التي شهدتها فترة كفاحنا المسلح: وصعدناها. وفي بعض كلماته، الكلمات الأخرى يقول، أنا أتابع هنا وأقرأ لكم حتى نوثق: ثرنا من أجل مصلحة الملايين، ثرنا من أجل كل الكادحين،
والله نشر. الشعب الذي ثار على تكالب الأعداء. شعب الذي ثار على تكالب الأعداء. شعب الذي ثار على تكالب الأعداء. شعب الذي ثار في 61. الذي ثار في 61. لاح 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 على الأف انتصاره المبين. قولوا معي: لاح 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 على الأف انتصاره المبين. قولوا معي: لاح لاح على الأفق انتصاره المبين. نشيد قوي ما في شك يعني. أما حكايتنا مع هذا النشيد سآتي في الحلقة المقبلة إن شاء الله، سأتحدث عنه. هل انتقل هذا النشيد إلى الواقع الجديد؟ سآتي وأتحدث عنه في حلقة ملحقة بهذه. حتى ذلكم الحين أنساتي سيداتي سادتي، أحييكم تحية الإسلام مرة أخرى، وأشكر عنايتكم على متابعتكم لنا هذه الحلقة، وقد كانت الحلقة 114 بحمده تعالى. برنامج مع اللغة العربية برنامج يعده ويقدمه لكم عبر قناة سلام الإعلامية المباركة. محدثكم أحمد الشريف. تحياتي لزملائي في الإشراف والإخراج الفني والذين يقدمون هذه الحلقة بما ترونه، ولهم الشكر وجزاهم الله خيرا. في الختام يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. ألتقيكم في الحلقة المقبلة بحوله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.